النهارده هنتكلم عن كل حاجة بتخص زمن المستقبل البسيط. لو أول مرة تسمعني اعمل سبسكرايب. لازم في اللغة الإنجليزية 3، يا إما past ماضي، present مضارع، future مستقبل. النهارده هنتكلم عن المستقبل، ولو أنت ناسي الماضي والمضارع ارجع الفيديوهات اللي فاتت وشوفها. تعال نشوف المستقبل. بالنسبة لي ليه صيغتين، يا إما الصيغة الأولى will زائد المصدر، أو الصيغة الثانية اللي هو verb to be اللي هو am و is و are زائد going to زائد المصدر. طبعا عارفين إن I بتاخد am، he و she و it بياخدوا is، we و you و they بياخدوا are. لو مثلا أنا عايز أتكلم عن he أقول he is going to travel tomorrow، هو سوف يسافر غدا. تعال نشوف الجملتين دول. I will travel tomorrow، أنا سوف أسافر غدا. I am going to travel tomorrow، أنا سوف أسافر غدا. الاتنين مفيش فيهم اختلاف غير في حاجة واحدة. الاختلاف بين going to و will إني أنا بقرر أو لا. يعني لو مثلا التليفون رن فأنا هرد، فده قرار سريع، فأنا هستخدم will. طيب لو أنا مقرر الحاجة، مقرر مثلا إن أنا هسافر بعد أسبوع، هعمل في حاجة النية بتاعتي، هستخدم going to. تمام. طيب في النفي احنا عارفين ان انا هنا بنفي am و is و are. طب في الصيغة الاولى هنفي will، هتبقى won't. يعني هنا I will not travel tomorrow، انا سوف يعني مش هسافر بكرة، لا اسافر غدا. تمام. ده بالنسبة للنفي. طيب في السؤال في الصيغتين بقدم am و is و are على الفاعل. يعني مثلا هتبقى is she going to travel، ده بالنسبة ل going to. أو will she travel tomorrow. كده أنا خلصت السؤال. طبعا الإجابة بالاتنين، يا إما بيس أو نو.